السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سومة، لو أول مرة بتشوفيني دي قناتي كريز وجليز. بصوا بقى يا كتاكيت بني، هنعمل مع بعض أحلى 3 بوكسات زي ما انتم ما شايفين كده. إن شاء الله هيطلعوا جمال وهيعجبوكي بإذن الله، وهينشطوا لك جروبك بإذن الله. بصي بقى يا لوز، هنحط 4 بيضات في العجان، عليهم نص كوباية سكر، عليهم معلقة خل كبيرة، عليهم معلقة محسن جل صغيرة بما يوازي 30 جرام، ما تزيدش عن كده يا لوزة. العجان على فكرة نضيف، بس أنا كنت شغالة قبلها فاشتغلت كله ورا بعضه، عشان في حاجات قلت لكم ما بصورهاش معاكم، بتبقى بتاخد دبكه كتير قوي. وهنبدا نضرب على السرعه الاولانيه، وبعدين تبقي اول ما يطلع الخليط يعلى تحطي نص كوبايه ميه، تضيفيها بقى بالتدريج، تضيفيها مره واحده براحتك. بس انا شلت لكم اللي هو الغطا اللي فوق دوت علشان تشوفوا معايا المقادير، بس بصراحه بهدل الدنيا مش هعملها تاني، انا بعد كده هحط الغطا اللي فوق ده بيشيل كتير. نبدا بقى في تحضير المقادير الجافه. كوبايه ونص من الدقيق، عليها معلقتين نشا مهرمين، عليها معلقه بيكنج باودر ممسوحه او كيك شيف اللي يعجبك. انا كانت عندي بصراحه، قلت بقى ايه يعني اخلص بيها الاول. هو الكيك شيف مش وحش، جميل وبيديك الفوم عالي وبيبقى مرتفع وبيبقى شكله حلو، بس برضو ما تكتريش منه يا لوزه. معلقه برضو ممسوحه. بصوا بقى، الكازرولات دي الجميله دي هنحط فيها المقادير بتاعتنا، هنقسمها على 3. هنا ضفنا نص كوبايه الميه، بنضيف بقى ايه حبه حبه. عايزه تضيفيهم مره واحده تضيفيهم، بس انا عشان ما فيش الغطا بتاع العجان اللي على الوش ده، لو ضفتهم مره واحده هيخرب الدنيا، ده هو عمال يطرطش اصلا وخرب الدنيا من غير حاجه. هتحطي بقى المقادير الجميله دي على ال3 كازرولات دي، كازرونتين او كزرونه واحده وحلتين، اللي هي حله تحطي فيها مقاس برضو صغير زي التانيين، والحله التانية هي مش حله، هي صينيه كانت عندي بتاعه كيك، كانت قديمه عندي، فانا جبتها المقاس بتاعهم دول ال3 16. هبدا اغلفهم بالورق زي ما انتم ما شايفين كده، وابدا احط فيهم المقادير ال3. تكوني في الوقت ده يا لوزه عامله ايه، مولعه الفرن قبلها ب10 دقايق، وتسيبيه شغال. وبعد كده اول ما تحطي المقادير دي في الفرن، تبداي توطي درجه الحراره، مش توطيها لا، يعني تخليها الوسط زي ما انا ما قلت لكم. اوعي تنسي يا لوزه لحسن يتلفح منك. فاكره لما وريتك في مره الكيكه اتلفحت مني ازاي عشان نسيتها؟ اوعي خدي بالك. كده بقى هنحط المقادير ال3، هنقسمهم على 3. قولي لي بقى انت بنتي قسمتيهم على 3 ليه، ما عملتيش على 2 ليه؟ هقول لك ليه يا لوزه، كده ما بتاخدش وقت اطول، بتاخد وقت قليل. اهو بصوا زي ما انتم ما شايفين كده، حطيتهم، مش هياخدوا وقت طويل بقى. كل ما بيرتفع الخليط كل ما بياخد وقت اكتر. انا هنا طلعتهم في الصاج قدامكم اهو، قشرتهم وقطعتهم ال3 وظبطتهم ورا بقى في الطبق اللي انتم شايفينه ده. بقى يا كيك عندي طلعته علشان ابقى اعمل بيه الايه، اللي هي القبات. بصوا بقى الاستيكه دي يا جماعه، اوعوا تجيبوا منها، بتسيح في الاكل. ابني كان عايز ياكل، قلت له طب ما حاضر اعمل لك حاجه على الصبح كده. التليفون رن، دخلت عليه لقيته ايه، الحق يا ماما البتاع مقطوعه بتسيح. قلت له فين؟ قال لي اهي. اتصدمت، ده قلت الحمد لله ان ده حصل عشان ما حدش يشتغل بيها من ورا. بص بتتقطع ازاي دي، لا بحاول اقطع في التانية اللبني دي مش ممكن تتقطع، دي نضيفه يا جماعه وبتستحمل الحراره، انما التانية دي لقيتها بتسيح في قلب الاكل وبتتقطع. اوعوا تستخدموها عشان خاطر ربنا، انا قلت اقول لكم عشان صدفتني وانا بشتغل. هنبدا بقى نحشي ايه. اول حاجه، بص انا هحشي معاكم واحده والتانيين هحشيهم لوحدي، لان لقيت الفيديو طويل جدا جدا فوق ما تتصوروا، وقصيت منه كتير والله. فانا قلت ايه كفايه عليكم، يعني ايه واحده وخلاص، إيه التانيين انتوا فاهمين بيتجلسوا ازاي. ونبقى ايه بقى نزينهم مع بعضينا. تسقي بسيرب كده زي ما انت ما شايفه يا لوزه، وتحطي طبقه طبقه. كل واحده من دول عملت لي 3 مرتاحين، او زي ما انت ما شايفه كده يا لوزه. تبداي تاخدي بقى كده من العجان الكريمه دي ريتش المتحده، بتحطي كوبايتين ميه على كوبايه كريمه على نص كوبايه سكر. في الاول بتحطي في العجان نص كوبايه سكر مع كوبايه ميه، وتبدا تدوب. وبعد كده انزل بالكوبايه اللي بعدها لما الاقي السكر داب، عشان تفضل الميه ساقعه شويه، لان كتر الضرب فيها بيخليها تهدى وتدفى عامه، يعني ما بتبقاش ساقعه قوي. وبعدين تنزلي عليها بكوبايه ايه كريمه. ال3 ترط دول خدوا كوبايه الكريمه مرتاحين، يعني ال3 ترط اللي انا عاملاهم دول خدوا الكوبايه بتاعت الكريمه. لما اجي اعمل بقى بقيه الكبات والحاجات التانية دي، هحط لها كريمه تاني، هشتغل بكريمه تاني. بس ال3 ترط دول اخدوا كوبايه كريمه واحده، والكريمه عامه بقت كويسه، الجو بقى كويس، ما مش محتاجه ان انا اضيف لها ربع كوبايه ولا حاجه. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده، هبدا اجلسها بقى.
بصي تتنيكي وراها يا لوزة لحد ما تبقى ناعمة جدا. الكبات التانية بقى يا كتاكيت مش هتيجي بقى من التلات تورت دول. المقادير اللي احنا عملناها دول للتلات تورت فقط لا غير، عشان تديك المقاسات الصغيره اللي انت شايفاها دي. لو عندك بقى بقايا كب كيك عندكم، او كبات كيك او اي حاجه. يعني انا قبل كده كان عندي بواقي كيك، بشيلهم في كيس وبحطهم في الفريزر. وقت ما بكون بقى عايزه اعمل الكبات اللي انتوا شايفينها دي بطلعها. انت نفس القصه يا لوزه، لما يبقى عندك بقايا كيك تشيليهم وتشتغلي بيهم في الوقت اللي انت شايفاه ده. ما عندكيش مش مشكله، هنعمل نفس المقادير في صاج 30 في 40، او صاج مش عارفه بيقولوا حاجه و30 32 في 45، ينفع برضو، تنفع فيها المقادير دي. بصوا دي، شايفين القطعه الجميله دي؟ دي هنطلع منها ثلاث قطع جاتوهات. دي كانت عندي برضو بقايا كيك، تقدري تطلعيها برضو من الصاج يا لوزه. يعني برضو الصاج هتاخدي منه حته صغيره، حته صغيره خالص، هتطلع لك 3 بالظبط حلوين ومقطقطين ومنمنمين، والباقي تعمليها كبات. هنا بقى بصي بدات ايه ازين، بقيت اعمل واحده ايه زي علامه الواو كده او علامه الاستفهام، واحده يمين واحده شمال، واحده عكس اختها، وصبيت شوكولاته في النص ونزلت بالدربات اللي انت شايفاها دي. مفيش اسهل من كده يا لوزه. اللي وصلت معايا لحد هنا يا لوزه ايه، تنسيش اللايك يا لوزه، ولا الشير ولا السبسكرايب، وكومنتاتكم الجميله. اهم حاجه عندي الكومنتات. هتقولي لي ايه ده اهم حاجه؟ انا بتبسطني قوي الكومنتات بصراحه، بحس ان انتوا معايا على الخط كده حبايبي. هنبدا بقى ايه، التانيين دولت انا جلستهم، هنبدا بس نزينهم. بصوا انا اللي بجلسه بحطه في الفريزر ايه، يمسك نفسه شويه عشان لما اجي اشتغل ما يزهقنيش، مع ان الجو بدا يبقى حلو بس مش مشكله. هنبدا نعمل بقى الوردات اللي انت شايفاها دي باي تيب يعجبك. انا بحب اشتغل بالتيب ده، وتبداي برضو تعملي نفس اللي عملتيه المره اللي فاتت، بس هنا هنعكس بقى الشكل. بس يا دوبك هنعمل الخطوط الصغنونه دي في النص اللي انت شايفاها دي. تنزلي برضو بالدربات. بصي بقى يا لوزه، لو عندك الجروب بتاعك نايم، البوكسات دي بعون الله بعون الله هتشغلهولك، يعني ما اقولكيش ازاي. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هعمل معاكم فيديو باذن الله اقول لك يعني تصعري الحاجه فيه ازاي. بص بقى هنا هنعمل ايه، هنعمل بالتيب كده واحده صغيره، ونعمل واحده طويله ونسحبها، واحده زيها وواحده طويله نسحبها، واحده وواحده هتديك الشكل اللي انت شايفاه ده، واحده صغيره وواحده طويله. وتنزلي برده جوه كده بالجناش. انا كنت عايزه اعمل بقى ايه، كنت عاملاها قبل كده عندي في تورته قبل كده. كنت بنزل بقى زي ما انتم ما شايفين كده، وبعدين احط نقط شوكولاته بيضه. طبعا النقط الشوكولاته البيضه المفروض تبقى بارده عن كده، يعني تبقى هديت شويه، كانت دافيه. فلما حطيتها وجيت اعملها كده شكل القلوب خط كده، يعني ما اشتغلتش معايا، ساحت كده. فقلت خلاص مش مشكله، اعملها بالخله كده علشان ايه، اضيع الشكل بتاعها. لو هي بقى الشوكولاته هديت وبقت تقيله كده وبردت، هتلاقيها بتدي معاكي قلوب جميله جميله من جوه، شكلها روعه. بس هي للاسف بقى ايه، كانت سايحه، فانا غيرت الشكل وخلاص. اهو بصي زي ما انت ما شايفه كده، ننزل عليها بالدريبات. اهو بصي اهي انا هحطها اهي، كانت سايحه. لو ماسكه نفسها دي بقى بتدي شكل قلوب جميله. بس اتصرفنا برضو اهي من النص كده، تقومي عاملاها كده ما ظبطتش، اجزاء واجزاء. فقلت خلاص بقى مش مشكله، اعملها بالخله كده وخلاص. اهي بصي ادت شكل تاني. وكده كده هي اغلبيتها بتهالي مش هتبان، لان انا هحط شوكولاته من النص كده مش هتبان دي. وقفلت عليها من تحت، هو اصلا ما كانش فيه مكان للتقفيل من تحت، بس انا قلت ايه اجرب كده الشكل ده هيبقى ازاي. يعني انا يا دوبك حطاها فوق التورته ذات نفسها، يعني ما فيش حتى كرتونه تشيلها. وهنزوق اللي بعدها برضو، ونجيب التلاته جنب بعض، ونبدا بقى نحط عليهم الايه، بقيه ايه السبرينكل والحاجات التانية دي. حطيت لها انا جناش ابيض كده. بص انا كنت احط التلاته دولت جنب بعض، لقيت المكان مش هيكفي، واحده بس هي اللي خدت المساحه والباقي ايه ما كفاش. فقلت خلاص مش مشكله، هحط حاجه تانية. كنت عايزه احط التلاته كده، لقيت ان الشوكولاته ذات نفسها اطول من مقاس التورته. المقاس ده مقاس 16. اهو بصي يا لوزه، تبداي بقى تحطي التزويق اللي على مزاجك وكيف كيفك.
الحاجات دي يا جماعه بتشغل الجروب فوق الوصف. طلعي بقى انت البوكس زي ما انت ما عايزه سعره، بس يا لوزه ما تزوديش عن 200 جنيه برضو، اوعي يا لوزه. يعني بقدر المستطاع خليها ايه في الحنين، برضو ربنا هيكرمك وهتطلعي منه كسبانه، وفي نفس الوقت هيبقى لك عميل يدور على حاجتك. بصي بإبرة كده يقول لك فين الحاجه بتاعت الجروب الفلاني، حاجته متهوده وجميله، هتلاقيه يشتغل معاكي زي الفل، وتقدري تحطي حاجات تانية سعرها برضو يبقى يعني اعلى نسبيا، هتلاقيه برضو بيشتغل معاكي. انما الحاجات دي هي اللي بتشغل الجروب بتاعك. وانتوا كنتوا كتبتوا لي في الكومنتات عايزين بوكسات كده وافكار كتير عشان تشغل الجروب بتاعنا. ان شاء الله اليومين الجايين باذن الله تعالى هعمل لكم افكار كتير. اللي انا كنت بعمله في الجروب بتاعي هعمله معاكم. اهو بصي اللي انا قطعتها في النص دي اللي هي الهوهوز دي، برضو انا كنت عامله حبه حلوين كده، وكنت شايلاهم في الفريزر في قلب علبه مع البسكوت الساده. عايزه والله ابقى اعمل معاكم الحاجات دي واقول لكم خليها تشتغلوا بيها احسن ما تشتروها من بره، هتوفر عليكم كتير جدا جدا فوق الوصف. زي ما انت ما شايفه كده بقى، تزوقي على مزاجك. اهو انا ايه، الفيديو شارح نفسه اهو، عيش انتوا بقى مع الفيديو. وهنحط كونه كده، مش هنمشي فوق منه بحاجه، هنسيبه زي ما هو كده. وحطيت سبرينكل صغير كده لونه ازرق، هحط دولت يجمدوا بقى في قلب التلاجة ونبدا نعمل. اهو بصوا بقى الكبات دي، شايفين العلب الزغنطوطه المقطقطه ديت بتاعت الكب كيك، وديت اللي هي العلب السمراء دي. انا بقى عندي بواقي كيك، انت ما عندكيش يا لوزه تعملي ايه؟ تعملي صاج 30 في 40، او صاج اللي هو مش عارفه 32 في 45. هي المقادير هي هتبقى هنا لوز وهتبقى هنا لوز. وابداي قطعي واعمليهم، وشيلي حته صغيره كده من الجنب كده، مثلا مقاس كام؟ مقاس مثلا 20 في مثلا في 5، وتبداي ايه تعمليها 3 قطع جاتوهات، او جاتوه 3 قطع جاتوه، عشان تحط في كل علبه قطعه جاتوه، حته صغيره من الصاج، والباقي تطلعيه كبات زي ما انت ما شايفه كده. اهو تمشي كده زي ما انت ما شايفه. انت بقى لما تعملي بالصاج مش لازم تحطي إيه يعني على الوش كده مرتين، لا انت حطي واحده بس كفايه، لان انت عندك في الصاج هتديكي علو عن اللي انا بحطه. اللي عندي ده بقايا كيك، فانا ايه بجمعه مع بعضه. لكن انت لما تقطعي واحده بس كده مثلا بقطعه، هي هتكفي وزياده. يعني الصاج هيكفي باذن الله وهيفيض، تعملي بيه احلى كبات. وفي افكار كتير قوي يا بنات، قوي قوي ان شاء الله نعملها مع بعضينا لو ربنا جعل لنا عمر وكنا من اهل الدنيا باذن الله. اهو بصي بقى كده بالجناش نص ونص، انا عملت جناش شوكولاته بيضه وجناش شوكولاته سمراء نصين. عايزه تعملي مربى حليب ماشي، عايزه تعملي جليز احمر او مانجا او اي لون يعجبك مفيش مشكله. مربى حليب اللي هي اسمها مش عارفه، اللهم صل على النبي، اسمها الاسبريتو دي اللي اسمها، لا مش اسبريتو، كان اسمها ايه يا ربي، اللي هي البسكوت اللوتس. زبده اللوتس دي عايزه تعملي بيها اعملي بيها برضو اللي يعجبك، المتوافر عندك اشتغلي بيه. عايزه تعمليها كلها شوكولاته وتحطي شويه يعني سبرينكل كده صغير من على الوش او مالديزر ده، حطي مفيش مشكله. هي كده كده جميله، الجناش نفسه روعه. فهو بالمعلقه كده وتبداي تدي شكل، وتمشي بيها بقى بالشوكولاته البيضاء في الفراغ اللي انت عاملاه ده. ونفس القصه هنا هنعملها، هنا هنحط بقى الشوكولاته البيضاء اهي، الجناش بتاع الشوكولاته، والناحيه التانية برضو نفس القصه. اوعي تنسي اللايك يا لوزه عشان تعب اختكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا ويحسن ما بين ايديكم يا رب. اهو بصي خلاص كده خلصنا. تبداي بقى تمشيها بالمعلقه، تميليها كده يعني تفضلي تميليها يمين وشمال كده مفيش مشكله. واي سبرينكل عندك، اي شوكولاتات، اي حاجه زوقي بيها زي ما انت عايزه. الحاجات دي بقى اختياريه، الفكره بس انا اديتها لك، وانت طبعا شطوره تعملي اللي انت عايزاه. ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وينشط لكم الجروب باذن الله تعالى، لان اليومين دولت الدنيا بايظه خالص خالص. فاحنا يعني بنعمل المستحيل عشان خاطر ايه الدنيا تفضل ماشيه معانا. اهو بس اداكي شكل، حطي بقى اللي انت عايزاه من فوق.
اهو شايفه، حطينا الابيض على الاسمر، وهنحط على الابيض سبرينكل اسمر، شوكولاتات يعني مش لازم ايه الحاجات الضخمه قوي، يعني انا حطيت حاجات بسيطه كده، وفي الاخر هحط ايه كام واحده سبرينكل كده صغننه اهو زي ما انت ما شايفه. اما تجيبي برضو الجاتوه وتقطعيه وتعمليه كده وتجلسيه كده هيبقى حكايه، هتلاقي البوكس بسم الله ما شاء الله يفرح، هيبقى جميل جميل باذن الله، وهتلاقي ناس كتير تطلبوا منك. هبص بقى تحط صابع الشكلكليطه دي، شكلكليطه يا عم مبلولي، بس دي بقى ايه بالفراوله، وديت بالمانجو، قسمتها نصين عشان خاطر ايه كوبايه دي صغنطوطه. انت بديعي بقى يا لوزه، مفيش دعوه باللي انا بعمله، عايزه تعملي زيه اعمليه، إيه عايزه بقى انت تالفي كده من دماغك الجميله الفي. هي اصلا احنا بنبقى واقفين مش عارفين نعمل ايه، هي بتيجي معانا كده. ادينا خلصنا دول كده خلاص، نبدا بقى نعمل ايه الجاتوه. بصي الجاتوه صغنن خالص مش كبير اللي هو ضخم قوي، هي القطعه محترمه. انت هتاخدي حته صغننه من الصاج اللي انت هتعمليه، هيطلع لك الكبات اللي انت شايفاها دي، وهيطلع لك حته الجاتوه دي. يا دوبك انت هتعملي مقاس الصغير اللي انا قلت لك عليه ده زي ما انت ما شايفه في الفيديو كده، يا دوبك يطلع لك 3 قطع. اظبطي انت ايدك بقى وشوفي هتاخدي منها قد ايه، يا دوبك 3 قطع من جنب الصاج كده يا لوزه. انا كان عندي بقايا كيك فاشتغلت بيه. بصوا انا ببقى عندي بتاع علبه كبيره او اطباق كبيره، او بحط في صينيه واربطها في كيس، اي حاجه اللي بيجي في ايدي والله بعمله، ما بستناش علبه، ما بستناش اي حاجه، اللي بلاقيه في وشي باخده وخلاص. المهم ان انا بقفل عليها ان ما يجيلهاش ميه، وبحطه في الفريزر. وقت ما اكون عايزه اشتغل بقى اطلع بقى زي ما انتم شايفين كده، اعمل الكبه دي. انا لسه عندي تاني على فكره، يعني انا لسه عندي تاني بشتغل بيه. ابص بقى انا جيت من هنا حطيت ايه جوزة هند من الجناب، قفلتها كلها، ومن فوق حطيت الجليز اللي انتوا شايفينه ده اللي هو الفراوله والمانجا، ومشيتهم كده بالاسباتيولا. هي كانت سقعت في الفريزر. هشيل بقى انا كده البقايا اللي كانوا محطوطين على الطبق، افضيهم في قلب الكيس والم الدنيا كده وانضفها، ونبدا نقطعها مع بعضينا. اللي عايزه اي حاجه يا لوزه تكتب لي في قلب التعليقات، اي حاجه عايزاها، اي سؤال عايزاه يا لوزه اكتبي لي. وان شاء الله الاخت اللي سالتني على تقطيع التورته، بتبقى عايزه تقطع السبونج يطلع كله مقاس واحد، ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله وانا بقطع هوريها تقطع ازاي بكذا طريقه، مش لازم بالمنشار. عشان انت عايزه مثلا يطلع متساوي، ان شاء الله تعالى هعملهولك باذن الله، هخليها لك يعني بصي سهله جدا قدامك، حتى لو ما عندكيش المنشار باذن الله هتعرفي برضو تقطعي. اهو بصي يا لوزه الجناب بقى دي كده اللي طلعت برضو، انا كنت اقدر بقى اقص الحته اللي ورا اللي انتوا شايفينها دي، قلت لا مش قصها، خليها زي ما هي، مش هتقول لا. بس كده هنشيل بقى كل الليله دي ونبدا نزين زي ما انتم ما شايفين كده، اي شكل برضو يعجبك، زيني باي شكل يعجبك. وهحط في النص بدل الكريز، لان الكريز كان خلص عندي، اللي انتوا شايفينه ده الجليز اللي هو الفراوله. حطي بقى اللي يعجبك يا لوزه. اهو نجيب كده الكوبايات ونبدا بقى ايه نحط العلب بقى، نقفل الدنيا. ايه رايكم بقى؟ والله عظيم عظمه، العظمه لله وحده، مية مية. وبوكس كده يرضي حبايبك ويرضي الجروب وهتلاقي العميل يطلبوا منك، وهتشتغلي كتير باذن الله تعالى، وربنا يرزقك ويوسع عليك يا لوزه انت وكل حبايبك. ايه رايك يا لوزه؟ انا مقربه لكم الدنيا اهو. متنسيش اللايك يا لوزه، وتعليقاتك الجميله اللي بتحسسني ان انتوا معايا على الخط يا لوزه. ايه رايكم؟ ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا، ويرزقكم ويرزقنا يا رب. ايه رايك يا لوزه؟ واقول لكم ايه بقى، اسيبكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.